السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بطلنا نعمل خير الدنيا هتبقى غابة، ولو عملنا الخير بيتجلب علينا شر. بس برضو نعمل الخير، ما ينفعش ما ينفعش ما نعملوش، ما ينفعش. الإنسان اللي قلبه طيب الكويس والله لو هيموت هيعمل الخير برضه، مع ان المقابل والحاجات الوحشة كتيرة جدا قدام الخير. لكن هقول ايه؟ ربنا يعيننا. المهم خلينا في موضوعنا. ايه يا خالة الحاجة، موضوعك ماله ومال الخير والشر؟ ما انت هتسمع دلوقتي ايه الخير وايه الشر. ناس ماشية في حال سبيلها، فجر عصر ظهر الموت، مش مشكلة الوقت. كيس وجع في كيس وجع عليهم هما ماشيين، كيس وجع عليهم هو مش كيس دب دب من الخامس من السادس من عمارة عالية. الكيس دب دبة موت كأن في حديد. الرجال اللي ماشية لا إله إلا الله، حد يرمي زبالة بالمنظر ده؟ حد يعمل كده؟ وايه، ابتدت الشتيمة وابتدت قلة الأدب في الشارع. طب بس ليه حاج كيس زبالة يترمي على الناس وانت عمية القلب وعمية الإحساس؟ يعني ما تعرفيش مين اللي ماشي، ممكن طفلة توجع عليها الكيس ده تموته، حتى لو كبير بس وجع عليه من ارتفاع عالي هيموته. ممكن يجيب له ارتجاج، ممكن يجيب له أي حاجة في راسه. المهم الناس مسكت الكيس وعايزة ترميه، عايزة تطلع ترميه في العمارة اللي اترمت منها. ازاي؟ كيف؟ الناس صممت كده. تمسك الكيس فيه لحمة، مش ما فيهوش زبالة. الكيس فيه حاجة بتلظلظ، مش حاجة ناشفة، مش كوبايات، لا لا، حاجة يعني ملظلظة كده. بيفتحوا الكيس لقيوا طفل، ايوه طفل لسه مولود، بالمشيمة بتاعته، بسرته، بكل حاجة. طفل والله. هتجيبوها كده. مش هقدر اجملها لكم، مش هقدر اجملها لكم. ام ترمي طفلها حتى لو ابن مين يترمي بالمنظر ده؟ ايوه. الناس اللي لقت الطفل ده صارت اكتر من صورانها على الزبالة. بقت تزعق، يشتيري كلام وشتيمة وقلة ادب. احنا مش هنطلع العمارة، ما ينفعش نطلعها، ممكن نلبس المصيبة احنا، ما ينفعش نطلع احنا. احنا لازم ناخد المسار القانوني بتاعنا، وبعد كده الشرطة